لا تستعجل عن هذا المكان، سنأتي بكل مسمى بمسمياته وبكل جريمة بالاسم والعنوان والجهة المانحة إلى الوصول إلى إيران. هل هناك ارتباط بهذه الجماعة؟ ارتباط وثيق، ومن علي عبد الله صالح شخصيا، ومن أجهزة المسعورة، ومن اتصالات تلفونية مسجلة، ومن اعترافات حقيقية. فعليهم أن يعلموا أننا ألقينا القبض على أصحاب الحرس الجمهوري، وألقينا القبض على الحوثة الذي أرادوا أن يكونوا شطار على الخطة الأمنية في المرحلة الثانية. نقول لهم واهمون، مجرد ما يحرك من صنعاء نحن على علم به، وسرعان ما نلقي به وراء القضبان لينال جزاءه. فعلي الجميع أن يكون على يقين من الأمن ليس أمن الأمس، فاليوم أمن اليوم له القبضة الحقيقية بفضل الله والتحالف وأبناء عدن الأبطال بمقاومتهم البواسل الذي بالفعل سيمكنون من المطاردة، وما أحسنهم فرسان يتسابقوا على تلك الخلايا. هل أفهم من كلامك سيادة اللواء أن هناك جهد استخباراتي يبذل هذه الأيام؟ نعم، من قبل أجهزة الاستخبارات ومن المرحلة الأولى، ومن المقاومة الباسلة، ومن الأجهزة القديمة الأمنية، ومن الأمن. تحول الجميع إلى جهاز استخباري في عدن منذ تولينا منصب إدارة الأمن ومحافظ المحافظات. الكل اقتلب جهاز أمني، هذه أساس انتصارنا. الكل تدفق إلى مكاتبنا، إلى منازلنا، إلى توقفاتنا. ما أن تتوقف في مربع أو في رحلة قصيرة، ما أن تنهار عليك من هؤلاء الشرفاء التقرير الملخص الكامل. شعب يريد بناء أمنه ويستشعر بالأمان. الكل الآن في المرحلة الثانية ولن تنتهي.